زمان أول ما عملنا القناة هنا كنا بنعرف الماركتينج، وكان ببساطة إن هو علاقة منفعة متبادلة ما بين طرفين. الطرف الأول هي الشركة اللي بتنتج برودكت أو سيرفيس عايزة تبيعه، والطرف التاني هو العميل اللي عنده نيد معينة، والنيد المعينة دي محتاجة منتج أو سيرفيس لابد من إشباعها. عملية التسويق اللي بتقوم بيها الشركة مبنية على إقناع العميل إن البرودكت أو السيرفيس بتاعتي هي اللي هتعمل له ساتسفاكشن للنيد اللي عنده دي، وتشبع النيد اللي عنده. من خلال إيه؟ من خلال dual profitable relationship، أو عملية منفعة متبادلة ما بين الطرفين. ده باختصار التسويق. ان انا بسوق لك، انا عايز اقنعك ان المنتج او السيرفيس بتاعتي دي هي المفيدة او المهمة اللي هي هتشبع لك او هتعمل لك ساتسفاكشن للنيد اللي عندك كمستهلك. عشان ده يحصل بيحصل عملية اسمها ماركتنج بروسيس او عملية التسويق. الماركتنج بروسيس دي كنا قلنا ان هي بتتكون من 5 خطوات. 4 خطوات منهم بتقوم بيها الشركة او المؤسسة اللي بتنتج المنتج ده، والخطوة الخامسة بيقوم بيها العميل. الخطوة الاولانية كماركتير انت بتعمل ايه؟ بتفهم السوق بتاعك، بتفهم مين الكاستمر بتاعك، بتتكلم على ايه هي النيدز والوانتس بتاعته اللي هو محتاجها علشان اقدر اخلي البرودكت بتاعي يشبع النيد او الحاجة دي. واتكلمنا في الموضوع ده من خلال ان انت بتبقى محتاج تعرف مين هو الكاستمر، وبتبقى محتاج تعرف النيد من خلال ماركت ريسيرش او ابحاث تسويقية وغيره. بنيجي للخطوة التانية، ان انت بعد ما عرفت مين هو العميل بتاعك ومين هو الكاستمر بتاعك او مين هو النيد والوانس اللي هو بيحتاجها، بتبتدي تعمل حاجة اسمها ماركتنج استراتيجي، اللي هي استراتيجية التسويق، اللي كانت بتتكون من حاجات كتير جدا، من ضمنها الاناليسيز، وبعدين بعد الاناليسيز بيجي الاوبجيكتيف سواء كان كوانتيتيف او كواليتيف، وبعد الاوبجيكتيف بيجي الاستراتيجي من خلال السيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج، وبعدين بيحصل بعد كده الخطوة الثالثة. احنا اتكلمنا على الخطوة الاولانية في مواضيع كتير قبل كده، واتكلمنا عن الخطوة الثانية من خلال موضوعات مطولة عن السيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج. الخطوة الثالثة بقى ان انت تشوف هتعمل ايه بعد ما عملت سيجمنتيشن وتارجتنج وبوزيشننج، ان انت تعمل ماركتنج بروجرام متكامل او برنامج تسويقي متكامل من خلال حاجة اسمها الماركتنج ميكس او الفور بيز، اللي هي بتتكون من 4 اشياء كلها بتبدأ بحرف البي، اللي هو برودكت وبرايس وبليس اند بروموشن. بنوصل بعد كده للخطوة الرابعة، ان انت تبتدي تعمل ريليشن شيب او عملية منفعة متبادلة، من خلال ان انت بتعمل علاقة مع العميل وبتقدم له مميزات واوفرز كبيرة جدا بتخليه يقتنع ان انت البرودكت المفضل بالنسبة ليه. ده كده ال4 خطوات اللي الشركة بتقدمهم. بنيجي في المقابل العميل بقى لازم يقدم حاجة. بيقدم لك ايه؟ انه بيشتري المنتج بتاعك، بيقدم لك انه هو بيدفع فلوس، فانت كشركة بعت له منتج هيعمل ساتسفاكشن للنيد بتاعته، وفي المقابل ايه؟ اخدت منه فلوس، فحصل لك ربح، اللي هو الهدف الاساسي للشركات والمؤسسات فاتحة من اجله. وبالتالي من هنا بتيجي الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه الفترة الجاية كلها، اللي هو الماركتينج ميكس او المزيج التسويقي، اللي هو احنا اتكلمنا خلاص على الماركت وتحديد العميل ومين هو العميل ومحتاج ايه، واتكلمنا على الاستراتيجي وعرفنا السيجمنتيشن والتارجتنج والبوزيشننج. احنا واقفين هنا عند بداية ان انا اعمل ماركتنج بروجرام او مزيج تسويقي او ماركتنج ميكس، وهبدأ باول بي في الفور بيز، وهي البي بتاعت البرودكت او المنتج. ده اول موضوع او الموضوع الاساسي اللي هيتمحور حواليه موضوعاتنا الجاية ان شاء الله.
دي عناويننا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.